أهلا بكم مرة أخرى. الفقرة دي فقرة حساسة جدا، والموضوعات والمعلومات اللي هنقولها في هذه الفقرة موثقة بالمستندات. ليس الهدف منها ان احنا نثير صخبا ولا جدلا، ولكن نريد ان تتحرك الأجهزة المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. الموقف يتعلق بالشركة المصرية الكويتية اللي واخدة 26,000 فدان في الظهير الصحراوي لمركز العياط، وضمت عليهم 14,000 فدان، والمنطقة دي المفروض انها تستصلح. وكان يعني سعر متر الأرض 47 قرش، بعد كده وصل في بورصة الكويت ل1000 جنيه، مبلغ كبير جدا، حوالي 110 مليار جنيه. الفلوس دي فين من خزينة الدولة؟ أسئلة كتيرة جدا في الموضوع ده، بس أنا هطرح بعض الأسماء اللي أرجو أنها تكون متابعانا على الهواء دلوقتي، وإنها يعني تطلب الاتصال، لأن احنا بنحاول نتصل بيها علشان توضح موقفها، ودي حقها. مثلا سر التضارب في مراسلات اللواء عمر الشواتفي مدير مركز استخدامات تخطيط أراضي الدولة. ما علاقة الدكتور علي لطفي رئيس مجلس الوزراء الأسبق بالشركة؟ هو شغال مستشار ليها. وما صحة ومصدر عدد الأسهم التي حصل عليها في الشركة؟ 40,000 منسوبة إليه و20,000 لابنه منسوبة. أحمد عبد السلام قورة طبعا رئيس مجلس إدارة الشركة، له يعني عدد كبير جدا من الأسهم، هسيب لضيوف إنهم يتكلموا عنه. ليه الموقف لغاية دلوقتي ما خدتش فيه الدولة أي إجراء رغم ضياع هذه الأموال، والملف مفتوح ومش عايز أسهب فيه كثيرا. أنا عايز الأول أستأذنكم أن أنا أرحب بضيوفي، النائب رجب هلال حميدة، وفارس من فرسان البرلمان المصري يصول ويجول، وواضح أنه جاي محتشد بالمستندات. معايا الصديق والكاتب الكبير الأستاذ أسامة شرشر رئيس تحرير جريدة النهار، وهو الحقيقة يعني الذي بادر إيمانا منه بقوة الحق والحجة، والبلد بلدنا ومودرن مصر خصنا بهذا الانفراد. أنا بحييك وبشكرك وبرحب بكم معا. أهلا بيك. نبدأ بأسامة، وبعدين بقى نشوف بقى سيادة النائب يعلق على الصحافة هتقول إيه. اتفضل أستاذ أسامة. يعني أولا من 2002 بدأت الشركة المصرية الكويتية. يعني عايزين نقول للرأي العام في مصر وفي العالم العربي أن القضية ليست شخصية، ولكنها القضية المقام الأول فيها هو الحفاظ على أرض مصر. زي ما قلنا في جريدة النهار في الموقع الإلكتروني في النهار، يا جماعة مصر بتباع وبتنهب في كل لحظة. لابد أن تكون هناك نماذج صحفية ونماذج برلمانية وطنية زي الأستاذ رجب هلال حميدة وآخرين نحافظ على أرض مصر. نحن مع الاستثمار المصري ومع الاستثمار العربي والاستثمار الأجنبي، لكن في إطار القيمة المضافة للاقتصاد المصري وإتاحة فرص عمل. أنا النهاردة بقول لحضرتك المستندات كل يوم في جديد، وإن احنا من ساعة ما نشرنا هذه القضية، وأنا بعتبرها قضية الفساد الكبرى أو جريمة كبرى مكتملة الأركان. كم من المستندات جات لنا في جريدة النهار وعلى الإيميل لجريدة النهار لا تتخيل. أنا عايز أقول إيه بقى القضية؟ القضية إن نائب في مجلس الشعب استطاع بشكل أو بآخر أن يحصل على 26,000 فدان في أخطر منطقة في مصر، وهي منطقة العياط. استطاعت. ليه أخطر منطقة؟ ليه منطقة أستاذ محمد. ومين النائب يعني؟ هذا النائب هو الأستاذ أحمد عبد السلام قورة. هذا النائب خد هذه المنطقة الاستراتيجية، وانا بقول منطقه خطيره جدا لان هذه المنطقه تعوم على بركه من المياه الصالحه من ترعه الجيزه ومن اماكن اخرى وكده. اختار هذه المنطقه، وحقك كنائب ان انت تعمل مشروع في هذه الارض. قدم لجهاز التعمير والتنميه التابع لوزاره الزراعه عند الاستاذ عمر الشواتفي،
وعند المهندس سنة كام قدم؟ 2002 2002 قدم على اساس من 8 سنوات. من 8 سنوات على اساس ياخد. وكان اللي هو عمر الشواتفي موجود في الوقت ده؟ موجود، كان موجود، كان رئيس الهيئة يعني؟ كان رئيس هيئة التنمية والتعمير التابعة لوزير الزراعة. تبع التعمير. يوسف والي بقى ولا مين؟ كان الدكتور يوسف والي وقتها، وبعدين جه المهندس احمد ليثي، وبعدين المهندس امين اباظة. امين اباظة. هو جه هذا قدم، وكان معاه الدكتور فاروق التلاوي في هذا الوقت. كان محافظ ايه؟ كان قبل كده محافظ البحيرة. وكان خرج من كمحافظ. قدم على اساس ان هو يعمل مشروع لاستصلاح واستصلاح الاراضي والانتاج الحيواني. الفكره جيده جدا ونحن معه. كويس. فوجئنا ان بمجرد ان هو قدم على هذا المشروع استصلاح وزراعه 26,000 فدان في منطقه مؤهله 200% حسب الخبراء والمختصين، ان هذه البقعه وهذه الرقعه صالحه للزراعه لان فيها منابع الميه من كل اتجاه. وهرجعك ل 78 ايام ما كان اريال شارون كان وزير البنيه التحتيه او وزير الزراعه، حاول من خلال في حكومه بناحم بيجن ان هو ياخدوا هذا المربع الاستراتيجي على اساس يعملوا شكل من اشكال التطبيع الزراعي. وقف في ذلك الوقت المهندس حسب الله الكفراوي وزير الاسكان الاسبق، وطرح بمذكره فيها امانه وطنيه ومصداقيه. قال للرئيس السادات لا يمكن نوافق على هذه الارض ان ياخدها خبراء اسرائيليين تحت بند المشروعات الزراعيه التطبيع الزراعي. خلاص جه واحد وطني احمد عبد السلام. اللي انا عايز اقوله وطني مصري ولا وطني حزبي؟ هو وطني عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني، ودي حط عليها مليون علامه استفهام. هذا النائب اللي هو من دار السلام تبع مركز سوهاج تبع محافظه سوهاج، هذا النائب جه خد هذه الارض على اساس الصح كعادته في الحزب الوطني الديمقراطي. كويس. فوجئنا ان خد الارض وابتدى بعد ما خد الارض يتاجر بهذه الارض. المفاجاه ليست في بورصه الكويت فقط، ان هو ما خد المتر الارض ب 47 قرش والفدان ب 200 جنيه وباعوا من خلال شركات من القبضه الشركه المصريه الكويتيه للاستثمار والتنميه، وصل سعر السهم في البورصه الكويتيه ل 1000 جنيه، حقق عائد 110 مليار جنيه في غيبه وصمت الاجهزه الحكوميه ووزاره الزراعه. وشر البلية ما يضحك ان المهندس عمر الشواتفي او اللواء عمر الشواتفي هو سمعنا دلوقتي والمفروض يعمل مداخله معنا. بعت للواء سامي سعد زغلول، قال له ان هذه الارض. لا استنى، انا قبل ما انتقل اتفضل. قبل ما ننتقل الى رحمه الله. الاخطر لا انا دلوقتي الارض دي اصلا مخصصه للزراعه واستصلاح الاراضي. كيف تحولت الى ارض للاستثمار والتنميه والعمراني؟ ارض زراعه ازاي تحول نشاطها الى مباني؟ والمفروض ان تحويل النشاط ده بقرار من السيد رئيس الجمهوريه. قرار جمهوري. لم يتم موافقه اي جهه من الجهات الحكوميه، وزاره الزراعه او هيئه الاثار، على ان تحول هذه الارض الى ارض منطقه عمرانيه او ارض مباني. هذا الرجل تلاعب، واحنا قدمنا بلاغ للنائب العام قلنا له عايزين نعرف ما هي الجهه التي اعطت للسيد احمد عبد السلام قوره جواب ليستخدمه في البورصه الكويتيه حتى يحول الارض من ارض زراعيه بدون موافقه حكوميه الى ارض مباني. وحتى الان حتى هذه اللحظه الكلام هناك بعض الصحف الكويتيه نشر زي القبس والوطن قالوا ان هناك هذه الارض وصل لها الميه والكهرباء والمرافق، وهذا غير حقيقي. وحضرتك يا استاذ محمد ابعت الكاميرا بتاعتك